اول ما بقول مهزأ انت في حد في دماغك، يعني في شخصيه ملوش هويه ملوش ايدنتي، هو ده المهزأ. ازاي بقى اقيس معدل التهزيء في البني ادم اللي قدامي، وازاي برضو اعرف اذا كنت انا بني ادم مهزأ ولا لا؟ شخص المهزأ شخص اللي بيسمح ان الاخر يستبيح حدوده بقى، كرامته، احلامه. هو شخص ملوش قوام، شخص ما تقدرش تحس ان هو فيرم بقى، تحس ان هو عارف يقول لا، حد عارف يعبر عن نفسه. ده اللي مش مهزأ. ده المهزأ. يعني ده مش عارف يعبر عن نفسه. اللي مش عارف يعبر عن ايوه مش نفسه ده عارف، يعني شخص مش عارف يقول لا مثلا، فاهم قصدي؟ احنا هنخرج، انا مش عايز اخرج بس هزعلهم مني، هخرج. طب ليه يا عم تقول؟ هو حد ماسك عليك حاجه؟ على الناحيه التانية انت مثلا في علاقه بيتم استهلاكك، مثلا علاقه شغل مثلا، انت مع مدير انت بتعمل شغل وهو بيستحله، او حد بياخد مجهودك وينسبه لنفسه، بس مم. انت خايف ومش عاوز تعمل صدام. طب مش عارف تحس بقيمتك. يعني الشخصية المهزأة دي شخصية سلبية. يعني definitely، واكتر حد سلبي عليه هو نفسه. بس برضو اعتقد ان هو بيبقى مؤذي برضو اللي حواليه. لازم ياخد قرار، يعني لو في منصب يعني كمشروم مطلوب منك انك تكون جبنه رومي، مش هيعرف